شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم من السنة يكثر فيه من الصيام، فهذا الصيام كذلك باب من أبواب الجنة، باب الريان يدخل منه الصائمون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. حافظوا على الصيام، فهذه سنة نبيكم. أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك تصوم في شهر من الشهور مثل ما تصوم في شعبان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ركز معي، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه. وهذه حقيقة، نحن لا نغفل عن شهر شعبان فقط، نحن نغفل عن الصلاة، ونغفل عن بر الوالدين، ونغفل عن صلة الأرحام، ونغفل عن كثير من العبادات، ونسأل الله أن يسلمنا. الله عز وجل نهانا وحذرنا من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، القلوب لاهية بالدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الآن التكاثر، تكاثر الأموال وتكاثر البيوت والسيارات، منشغلين. ولا تطع الغافلين، ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل إنسان يعينك أو يغرقك في هذه الغفلة فلا تتبعه. احذر أن يكون أصحابك هؤلاء الغافلين، احذر أن تكون منهم، فهذا شهر يغفل الناس عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عندما قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ثم قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الغفلة يكثر من العبادات والطاعات، ومنها مثلا أقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الآخر من الليل، أو قال في الجوف الآخر من الليل. أقرب ما وقت الغفلة، الناس نائمون قبل صلاة الصبح بساعتين وثلاثة، الناس نائمون. ذلك وقت عظيم ينزل فيه ربنا جل في علاه نزولا يليق بجماله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك كل ليلة. أين نحن؟ يا من عندك شكوى، يا اللي عندك مرض، يا اللي عندك فقر، يا اللي تريد أولاد، يا اللي تريد أن يصلح الله حالك، يا اللي تريد أن يجمع الله شملك، يا اللي تريد ما عندكم طلبات. ذلك وقت عظيم ينزل فيه رب العالمين ليستجيب لكم أيها العباد المؤمنين. ذلك شهر يغفل الناس عنه، وذلك شهر ترفع فيه الأعمال.